هلو جايز، ويلكم باك تو ماي شانل. خلاص فيديوهات كينيا على وشك الانتهاء، فاضل بس 3 فيديوهات والرحله تخلص تماما. النهارده الفيديو المنتظر اللي كلكم طلبتوه مني هو فيديو السوق او الماركت، مكان بيبيع الحاجات. هاخدكم مكانين مختلفين تماما عن بعض، مكان غالي قوي واسعار فيه عاليه جدا، ومكان رخيص جدا وشعبي. وهتلاقوا في الاخر ان في تشابه كبير ما بين الاتنين. البضاعه اللي موجوده هنا هتلاقوها موجوده هنا، ولكن بسعر ارخص بكتير. وده يعلمكم ان في اي بلد تروحوها ما تستسلموش خالص للحاجات الغاليه، لان ديفنتلي هتلاقوها في حته تانية ارخص، وده بينطبق على كل البلاد حرفيا. متحمسه جدا لفيديو النهارده عشان نتفرج على الحاجات مع بعض. قبل ما نبدا الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، وتكتبوا في الكومنتس حابين تشوفوا ايه الفيديوهات اللي جايه. يلا بينا. اول مكان هنروحه في الشوبينج اسمه هاوس اوف تريجرز. ده مش غالي غلو عادي، يعني اسعاره هنشوفها مع بعض دلوقتي. الغلا اللي هو مش منطقي، يعني اللي هو طب ليه ادفع الرقم ده في الحاجه دي اصلا. المكان عباره عن اريا كبيره قوي، فيها زرع ممكن تتمشوا فيه، في مطاعم زي ماما روكس ده هنجربه كمان شويه، في شوبينج. يعني هو مكان فسحه ممكن تروحوا تقضوا فيه اليوم، مش لازم بس ان انتوا رايحين تشتروا. يعني بصوا، دي جذع شجره معموله على شكل مركب، وراس المركب واحد افريقي لابس لبس بتاعهم، فعجبتني قوي. وهي اصلا بتستعمل كدكه عشان الناس تقعد عليها. غير ان احنا هنتفرج على المكان ونشوف الاسعار وكده، كمان بالليل هنحضر مع بعض ستاند اب كوميدي. انا فان كبير جدا للستاند اب كوميدي وحفلاته في مصر، فقلت احضر ستاند اب كوميدي في كينيا اشوف بيضحكوا زي عندنا ولا اي كلام. كده احنا دخلنا الشوبينج اريا اللي جوه هاوس اوف تريجرز. هنتفرج مع بعض على كل حاجة، تنوع رهيب. وده هيبقى الجزء الاول من مشوارنا في الشوبينج في كينيا. الجزء الثاني الفيديو اللي جاي ان شاء الله هيبقى السوق الشعبي العادي اللي فيه الحاجات اللي ارخص شوية، لكن النهاردة هنشوف المكان اللي اسعاره اعلى شوية، يعني اعلى كتير، توصل ل10 اضعاف مثلا. المكان حلو قوي زي ما انتم شايفين، فيه تنوع رهيب في المنتجات ما بين اللبس واقمشة وحاجة البيت واطباق، معالق، حاجات غريبة، ديكورات، تماثيل. هنتعرف لسه على الاسعار مع بعض، ولكن بديكوا نظرة عامة عن الموضوع الاول. والمكان براويز زي ما انتم شايفين، حاجه مالهاش علاقه باللي جنبها، ولكن لو تاخدوا بالكم من الاسعار المكتوبه داخلين عليها، وحاولوا تركزوا في الاسعار المكتوبه. يعني مثلا التمثال ده ب15,000 شيلينج، يعني بحوالي 5000 جنيه مصري. تمثال خشب عليه شويه خرز بحوالي 5000 جنيه مصري، ولو حسبناها بالظبط هتطلع اكتر من 5000 جنيه كمان. فالموضوع ابتديت احس ان هو في حاجه غلط، جايز عشان هاند ميد، هنشوف. ولكن لما دخلت بدأت استوعب انه لا، انا في مكان مش عادي. الاسعار دي مش عادية. خلينا نتفرج مع بعض. لقيت كمان ساتس بيجامات حلوة قوي، شايفين الباترنز كلها حيوانات، حاجات ليها علاقة بكينيا، معبرة قوي عن المكان. ولكن طبعا اسعار خزعبلية، ما صورتش الاسعار للاسف بتاعت البيجامات، بس هم شكلهم حلو قوي. ضمن الحاجات اللي استغربتها برضو ان لقيت فوت وير او حاجة الرجل، يعني هندي، حاجات كتير قوي هندي، واخده ستايل الهندي. فمستغربه انه ليه بيبيعوا حاجات هندي جوه كينيا. بس طبعا ده من الفيديوهات اللي فاتت. اكيد لاحظتوا قد ايه الثقافتين متداخلين مع بعض. دي المفروض ان هي قمصان رجالي، طبعا النقشه اوفر قوي على ان الراجل يلبسها يعني، بس حلوين قوي، هم عاجبني جدا بغض النظر اللي هيلبسها راجل او ست. مش عايزه اصدمكوا، بس القميص الواحد من القمصان دي ب120 دولار. انا عارفه ان ممكن نلاقي حاجات تانية في اماكن تانية بنفس السعر، وعادي جدا 120 دولار نجيب بيه قميص، ما عنديش اي مشكله. ولكن الشكل ده بالكواليتي دي في المكان زي ده ما يستاهلش خالص في وجهه نظري 120 دولار. So all your prices are in USD? That's $90. اوكي. بما ان كينيا مشهورين بالخرز قوي، فعجبني الباوتشز دي، ولكن للاسف الواحده ب90 دولار، فحسيت برضو انه ليه.
اوه حلو قوي ده، الايدين تحفه. كام بقى؟ $250. It's handmade. اوكي، معموله من الصدف. حلوة دي، بس دي من الناحية التانية قماش، الناحية دي مطرزة. more and more of بيجامات. حلوة اوي دي. في منهم مش بيجامات، نفس القماشة بس لونها كارديان. كول. السكشن ده كمان كان هبل قوي بصراحة، يعني اقل شنطة عندهم بحوالي 9000 جنيه مصري. اي نعم الديزاينز حلوة قوي وهاند ميد، في حاجات كتير قوي هاند ميد. الجاكيتس دي تجنن، اي لاف ات، كل اللي عندهم حاجات حلوة، ولكن حاسة ان الموضوع مبالغ فيه شوية which is okay. كل مكان فيه ناس ممكن تشتري منه، بس انا كسائحة واعتقد انتوا كمان كسائحين بتبقوا رايحين اكتر البلد عشان تتبسطوا مش عشان تصرفوا فلوس في شوبينج. فلو هتاخدوا تذكار او تاخدوا حاجة ليها علاقة بالبلد، ما اعتقدش ان الواحد هيدفع 9-10 آلاف جنيه في جاكيت او شنطة علشان يفتكر البلد. فلو الغرض من الشراء انه عشان افتكر اني جبت الحاجة الفلانية من كينيا، فلا، الواحد يتجه احسن للاسواق العادية يجيب حاجات كومن اكتر. ولكن لو الغرض من الشوبينج هو ان انا عايزة اشتري حاجة معينة، شنطة معينة، جاكيت معين او حاجة هاند ميد، يبقى ساعتها المكان ده هيبقى مناسب جدا للي بيشتري. دي فكرة عشان نبقى شوفنا الماركتس العادية والماركتس اللي فيه. دي اكتر مجموعة من القمصان كانت عجباني جدا. بحب الحاجات المنقوشة الغريبة، خصوصا ان هي ليها علاقة بكينيا شوية، او تحسوا ان هي افريقية، النقشة الاوفر اللي كلها ورد وحيوانات وكده. سعرها كان 2700 مصري او حوالي $55. دول حلوين قوي، شيلان دول، ده لونه حلو قوي. لاحظت الأحزمة دي موجودة في كل مكان، معمولة من الخرز، بس ما تستعجلوش خالص. يعني في فيديو كامل هيبقى عن صناعة الخرز في كينيا عشان الموضوع ده مميز، هم مشهورين بيه قوي. بس امبرسيف، يعني لما تشوفوا الحاجة تحسوا ان هي فعلا ماستر بيس. لو تشوفوا قد ايه المجهود بجد اللي بيتحط في، يعني هو في الاخر حزام يعني، ولكن لو تشوفوا قد ايه بيتحط فيه مجهود، بصوا استنوا فيديو صناعة الخرز في كينيا بجد هتنبهروا. بس باترن يعني غريبة مش مألوفة، ما عندناش دي شبه كراسة الناس. النقشة اللي ورا دي غريبة اوي، دي مش مفهومة. صينية ودور ستوبر، ودي ايه؟ دور ستوبر برضو. الصينية دي سعرها $50. امان. بومبا. الترابيزه دي بحوالي $650. دي مثلا مستاهله، يعني شايفين الشغل اللي فيها، الموزاييك والخشب والتفاصيل. الشنط دي عجبتني قوي بجد، انا بحب الشنط قوي خصوصا لو توت باج، ولكن للاسف ما جبتهاش لان سعرها كان $150 وده كتير جدا على اللي انتوا شايفينه، فما جبتش. تحفه. دول أحزمة مشغولة، حلو قوي ده، خرز. اول ما شفت البتاعه دي كنت مستغربه قوي، وبعدين لما سالت اكتشفت ان الرفيعه دي هي ليش بتاع الكلب، اللي هو الحبل اللي بتشد منه الكلب، والعريضه شويه دي الكولر او الحاجه اللي بتلف حوالين رقبه الكلب اللي انا ماسكاها في ايدي دي. What are these coasters? الميداليه دي كانت عجباني بطريقه انتوا مش متخيلين، ولكن للاسف هي ب 800 شيلينج، يعني بحوالي $6. عايزه اقول لكم ان انا هلاقيها هي وهجيبها في الفيديو اللي جاي من السوق العادي ب7 سنت، يعني سعرها هنا 8 اضعاف السوق العادي، معناها هي بالظبط.
الصواني دي تحفة. المحل ده كان فظيع بجد، كله العاب معموله من الكروشيه، بس الشغل ده موجود عندنا في مصر، بس كميه الكيوتنس مش عاديه. دودة، لا تعبان. يونيكورن. عندنا معرض بيتعمل في مصر اسمه تراثنا وديارنا، الاتنين دول بيعرضوا حاجات كده كتير. موزة جينز، وسمك جينز. حلو. أكرة يمكن، أكرة السرير، شماعات. عشان نصب منها. المحل ده اكتر كان فيه انتيكات، حاجات معمولة من النحاس، حاجات طبعا هاند ميد زي ما انتوا شايفين، ولكن حسيته ارتستيك شوية، او في نوع من انواع الفن شوية، يعني اللي هيجيب حاجة من هنا هيبقى ليه ستايل معين. طربوش العربي، الطربوش بتاعنا صح؟ فيز هات، مكتوب عليه فيز هات، فمعرفتي بالمغرب ففيز دي اللي هي في مدينة فاس في المغرب، ففيز هات اوتومان فيز هات يعني طربوش الدولة العثمانية اللي بينتمي لمدينة فاس في المغرب. وده استنتاجي انا الشخصي، لو حد عنده معلومة مختلفة يكتب لنا في الكومنتس. ايه ده؟ بص البوكس شكلها غريب ازاي. شفت دول كمان عجبوني قوي، مفروض ان هما سجاجيد صلاة بتاعت المسلمين، بس مش عارفة اذا كانوا بيتباعوا على الاساس ده ولا لا. حلوين قوي، ناعمين قوي. كده خلصنا جزء الشوبينج من هاوس اوف تريجرز. تعالوا بقى نشوف بقيه المكان، الاوت دور اريا والاكل والحاجات دي كلها، ونحضر كمان ستاند اب كوميدي مع بعض. وما تخافوش، مش هو ده بس الشوبينج اللي هنحضره في كينيا، الفيديو اللي جاي هنكمل شوبينج ولكن في مكان عادي، يعني اسواق الشعبيه العاديه بالاسعار العاديه والمنتجات العاديه. يلا بينا ناخد جوله في الاوت دور. قعدت في المكان اللي شفناه مع بعض واحنا داخلين، اسمه ماما روكس، المنيو بتاعته تحفه، اكله يجنن، بس انا للاسف عملت غلطه ان انا قلت اجرب حاجه جديده، فاخترت برجر بصوص المانجا. طعمه كان غريب جدا، مش سيء بس غريب، ما استمتعتش بيه قوي يعني، بس بقيه الحاجات اللي طلبتها كانت حلوه قوي.
ودلوقتي تعالوا نشوف الستاند اب كوميدي عندهم. How are you in UK? From the UK that colonized us. Yeah. So you are back for round 2. الكوميديانز اليوم ده كانوا كتير قوي، كان اللاين اب ميكس ما بين ناس من كينيا وتنزانيا واوغندا وساوث افريكا، فكانوا كلهم بيتكلموا بالانجلش وده كان مساعدني ان انا افهم. اي نعم اللكنه شويه صعبه اللي هي اللكنه الانجلش الافريكان، ولكن كانت مفهومه وضحكوني بصراحه، كانوا فظاع. And I started thinking about like marriage with this girl, so that when we get married, she gets referred to as Mrs. Jehannam. I'm gonna start by saying I'm one of those people who got their braces. It is me. Yes, brace yourself. Yeah, don't talk about jokes from outside. So now I identify as a metalhead. And the problem with braces is people keep staring at you, including men. True. Which is rude, because I have other things you can stare at. I'm a light eater, you know. I see light, I eat. Light things, I eat. It's me. I'm the problem. And you know, I don't even hit the gym a lot, mostly because Jim is married. True. I'm not into kinky stuff. I'm also used to smoking weed and looking for my phone for about 5-10 minutes when I had it in my hand all along. But my neighbor, Kevin, gave me some stuff yesterday that had me looking for myself. I was like, hey, I have my phone and my wallet. Where am I? Look at myself. And the most funniest part is that Kevin helped me look for me. He was like, I have a feeling you might be in the closet. Have you checked the closet? Apartheid South Africa, you have a section with the white people and the Asian people, and then you have another section with the rest of us, the black people. So when they were calling out, it's time to board the train, they were like, okay, white people board the train, and they rushed up, they went in. Asians, and then economy. So nothing moved. Economy, I said. Black people, and then we all got up and got into the train. I do that every time. I quit every time. I saw the white guy. Where the fuck is the white guy? Is he gone? Is he gone? Okay, let's talk shit about him. I grew up hanging in the same corner, and then that corner was known for crime. And my mom told me to stop going to that corner because of crime. Parents, always, stop going there, there's crime. So I decided to listen to her. I stopped going for 2 weeks. There was no crime there. Kenya is baridi kali. Yani hapa nakumbuka yani sisi tumeshazoea joto, lakini nimekuja hapa baridi kali hatari. زي ما قلت لكم كله كان مفهوم ما عدا الراجل الجميل ده، كان بيتكلم سواهيلي وفهمتش ولا كلمه، بس الاوفرول اتبسطت جدا. كان ستاند اب كوميدي مضحك جدا، ومتوقعتش ان انا ابقى بالسعاده دي لو حضرت ستاند اب كوميدي في بلد انا مش فاميليير بيها او معرفش الناس فيها بتهزر ازاي. بس لا، الموضوع كان حلو قوي، اتبسطت قوي بصراحه. يا رب يكون فيديو النهارده عجبكم. هستناكم في الفيديو اللي جاي، هنعمل شوبينج برضو ولكن في الاسواق الشعبيه. شكرا ان انتوا اتفرجتوا على الفيديو، ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتكتبوا في الكومنتس حابين تشوفوا ايه الفيديوهات اللي جايه. باي باي.